يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل البطاطس المحمرة بالنشا. البطاطس المحمرة بالنشا كانت طالعة ترند فترة طويلة، حبيت اجربها النهاردة معاكم عشان نشوف طعمها عامل ازاي وهل فعلا تستحق التجربة ولا لا. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. انا جبت 3 حبات من البطاطس حجمهم متوسط. طبعا انتي هتستخدمي عدد البطاطس على قد يعني افراد اسرتك او الكمية اللي انتي حابة تعمليها. بعد كده جبت حلة على النار وحطيت فيها مية، واول ما المية غلت نزلت بقطع البطاطس اللي انا قطعتها. طبعا هكون غاسلة البطاطس كويس لان هنزل بالبطاطس في المية بقشرها. اول ما البطاطس تستوي وطبعا هختبرها بالشوكة، لو الشوكة دخلت بسهولة في البطاطساية يبقى كده البطاطس استوت. هطلع البطاطس من المية وهبدأ اقشرها، وطبعا هي هتتقشر معايا بسهولة جدا. بعد كده هنقلها في بولة نضيفة وهبدأ اهرسها بالشوكة او بهراسة البطاطس. هبدأ اهرسها كويس واتأكد ان مفيش اي تكتلات ولا قطع تخينة من البطاطس. وبعد كده هبدأ انزل بالمكونات بتاعتي: كوباية من النشا، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات البطاطس. هبدأ اعجن البطاطس مع النشا لحد ما النشا تختفي خالص واوصل لعجينة البطاطس الطرية بالشكل ده. انا عايزة اوصل لعجينة ناعمة جدا بحيث ان انا اقدر اشكل البطاطس لأي شكل انا عايزاه. نقلت عجينة البطاطس في كيس تلاجة ودوست عليها بايديا عشان افردها، وهبدأ اجيب النشابة عشان اساوي شكلها ويطلع شكلها مظبوط على قد ما اقدر. هفضل امشي على العجينة بتاعتي بالنشابة رايح جاي بالشكل ده. وبعد كده هقلب كيس التلاجة وهمشي بالنشابة على الناحية التانية. هحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي العجينة ارتفاع واحد وسوا واحد. بعد كده هقطع كيس التلاجة بالمقص وهبدأ اقطع البطاطس بتاعتي. بعد كده قطعت العجينة بالسكينة بالشكل ده، وهحاول ان انا برضو اخلي صوابع البطاطس متناسقة على قد ما اقدر ان هي تكون في حجم واحد. عايزة تسيبي يعني قطعة البطاطس طويلة بالشكل ده سيبيها. حابة ان انتي تقسميها بالنص زي ما انا عملت بالشكل ده برضو مفيش اي مشكلة. بعد كده هجيب طاسة فيها زيت غزير وهبدأ انزل بصوابع البطاطس اللي انا جهزتها. بس ياريت نخلي بالنا في الوصفة دي ان احنا ما نملاش الطاسة بتاعتنا بصوابع البطاطس، يعني نخلي يكون في فراغ لان البطاطس دي بتنفش، فتلاقي يعني مكان يعني ان هي تنفش فيه براحتها. اول ما البطاطس خدت لون قلبتها على الناحية التانية، واول ما خدت لون من الناحيتين طلعتها على مناديل المطبخ عشان تصفي اي زيت زيادة بيكون فيها. وبعد كده نزلت بالكمية بتاعتي وهبدأ امشي على نفس الخطوات لحد ما اخلص كل كمية البطاطس اللي انا عملتها. قدمتها مع صوص كاتشب ومايونيز، وبجد يا جماعة طعمها خطير جدا. جربوها ومش هتندموا. هستنى رأيكم في الكومنتات، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء. سلام.